اقسم بالله انا ما بحبطك، بس اللي بعرفه لك ان الزمالك بالمنظر ده مع المدرب العنيد ده مع مجلس الاداره الهش ده اقسم بالله انا اتغلب وتبقى فضيحه. انتوا مصممين تموتونا ليه؟ انتوا مصممين في العنيد ده ليه؟ انتوا عايزين تعملوا فينا ايه؟ ليه مصممين وواصفين بالعشره ان احنا لازم نتغلب الماتش؟ ايه المدرب الرخم ده؟ ايه المدرب الكلح ده؟ دونجا مين اللي تلعبه؟ انت ما بتشوفش؟ انت ما عندكش حس تدريبي؟ انت ما عندكش حس كروي؟ الراجل ده دونجا وهو سليم ما بيعرفش يباصي، ما بيعرفش يعمل التحامات، ما بيعرفش يعمل تاكلينج، تايه وفاتح ايديه كده وعمال يجري في الملعب وعمال يشاور كده وكده، وهو ابيض يا ورد بطيخه برضه مصمم تلعبه، وهو كمان جالك مصاب. انت عايز تجيب لنا ضغط وسكر؟ انت ما بتفهمش كوره. اسمع مني عشان تكسب الماتش من الاخر يا جدعان. اقسم بالله لو اتغلبنا بكره انا هعمل لكم فيديو فضيحه هسلم لكم فيه مجلس الاداره، لان انا معايا ملف فضيحه لمجلس الاداره ده، مجلس الاداره ده، وهديكم لمحه من دلوقتي. احنا النهارده هنتغلب بموافقه مجلس الاداره بتاعنا ده، اسمعوا مني لان في لعبه من تحت الترابيزه، عايزين يبيعوا زيزو، كلام بقى كبير هقوله لكم بعد ما نتغلب رسمي، عشان خاطر ما بقاش قلت حاجه وحصلت العكس اللي انا اتمنى ان هو يحصل ونكسب، بس ده مش هيحصل. عايزين يبيعوا زيزو ومسقعينه لبعد ماتش السوبر. اسمع مني بقى لان هي واضحه وصريحه، مفيش مدرب في العالم عاقل هيعمل اللي هيعمله الراجل ده. يا جدعان ازاي يا جدعان؟ شحاته 6، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، مشلاك شمال، زيزو يمين، ويا عم العب بالجزيري. انا معاك ان ممكن تلعب بالجزيري واضغط على الاهلي واكسب الاهلي، لكن تقول لي دونجا انت اصلا بتفصل لهم الفوز. اقول لك على حاجه انقح من كده والله العظيم، انت لو قلت لكولر مدرب الاهلي اعمل تشكيل للزمالك عشان يكسب الاهلي، والله ما هيحط دونجا، هيتكسف يحط دونجا، يقول لك هتبقى مفقوسه قوي لو انا قلت حط دونجا. مصر كلها بتقول لك ده لعيب معاق، لعيب ملوش فيها، وبرضه مصمم وتطلع في كل تصريح تقول انا عندي دونجا من اهم اللعيبه اللي عندها جرينتا ولعيبه حماسيه بتحب ايه؟ يبقى انت راجل ما بتفهمش حاجه يا عم. غور. هو انا كل بطوله اتغلب عشان المدرب فيها يغور؟ قبل كده باتشيكو وغار في 60 داهيه وبرضه رفع عننا قضيه. بعدها المنيل ب 60 نيله فيريرا اللي ضحك عليكم. انا مش عارف انتوا مقتنعين ان فيريرا ده كان مدرب ازاي؟ ده فيريرا ده لاعب الاهلي 4 مرات في الدوري ما كسبش ولا ماتش. كسبوا مرتين في الكاس. طب وبعدين؟ ما انتوا عارفين ماتشات الكاس بيبقى فيها مفاجآت. انا بكلمك بقى بصراحه، ما احنا كسبنا الاهلي بمؤمن سليمان. الاهلي كان معاه مارتن يول واحنا كان معانا مؤمن سليمان، وهوبا الحمد لله ربنا كرمنا وكنا رجاله وكسبناهم. وما بسمعش اي حد يقول لك مؤمن سليمان كان مدرب جامد ولا اي حاجه، اصل هو فاكر ان اتغلبنا في افريقيا سكواد 14 لعيب، ده اللي هو فاكره له، لكن هو كان مدرب جامد. طب وبعدين؟ انت كزملكاوي شايف ايه في البلف ده؟ ده ما بيفهمش كوره يا جدعان. اقسم بالله هيموتني، انا طول النهار متوتر بسبب الماتش السهل بيصعبوا علينا. هتلعب بيمين يا كابتن جميز في الوينج ليفت؟ قال لك انا هلعب بمصطفى شلبي، اصل مصطفى شلبي يجيد الدفاع. اعمل لك الحام بمناخيري؟ يجيد دفاع ايه؟ ماتش زي ده خايف ولسه عايز تنزل تلعب دفاع؟ انتوا ليه بتسهلوا الامور على الاهلي؟ انا واحد زي مشتاق ده لما ارميه شمال، واحد زي محمد هاني الباك اليمين ده هيخاف يطلع، يقول لك اما امن شويه ما اعرفش ايه الواد ده ايه نظامه، اما اجري جنب منه كام سبرنت كده واعرف سرعته ويبدا لسه يجس نبضه، فلما يجس نبضه ممكن تكون انت خطفت جون او خطفت 2. هو الموضوع سهل بتصعبوه ليه؟ بص يا عم جميز من الاخر، واي مشجع زملكاوي من الاخر لازم يسمعني عشان انا هقول لك الخلاصه. عملنا كده هنكسب، عملنا غير كده والله العظيم هنتشلوح شلوحه ما بعدها شلوحه. المفروض الماتش ده هينطرنا 4 5 سنين قدام لو كسبنا وهنقف على رجلينا، ولو خسرنا في فضايح هتطلع وكله عايز فلوسه واللاعيبه هتمشي وهيبقى في فضايح. فانتوا مصممين على كده، خلاص براحتكم. بص يابا التشكيل اللي انا هقوله لك ده مفيش بعد منه حاجه ولازم يعمله. صبحي جون، 2 مساكين اللي انا مضطر العب بيهم اجباري غصب عني، حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي. شمال اللي انت شايفه كباك شمال ينفع يلعب وجاهز لعبه، اللي هو يا اما بن طايق يا اما محمد حمدي. اكيد فيهم لعيب انت شفته جاهز، مع ان انا اشك في قدراتك واشك في ذكائك، بس اكيد فيهم لعيب كويس. واحد فيهم باك شمال وعمر جابر يمين، غير كده ما تقلبش. في نص الملعب هتلعب بلعيب واحد اللي هو شحاته 6. دونجا ده تشيله كده بمنديل وترميه بره النادي، قول روح اعمل عمره النهارده احنا مش فاضيين لك. تلعب ب2 قدام شحاته، ناصر ماهر وعبد الله السعيد. شمال كونراد، يمين زيزو، ويا عم مسموح لك تلعب بمهاجم الجزيري ان الجزيري فعلا في عامل نفسي وبيعرف يلعب قصادهم وتمام التمام. غير كده انت بتألف. انزل اضغط على الاهلي. انا مش اقل من الاهلي يا جدع، انا الزمالك يا جدع، انا الزمالك يا جدع. جننتنا يا اخي. وبعد ما نجيب جون ده لو حصل يعني وجبت جون، تقوم طبعا عامل تغييراتك اللوزعيه المجنونه المخبوله، وتقوم مطلع طبعا عبد الله السعيد وناصر ماهر ونزل ديفندرات ونزل مدافعين عشان نأمن. الزمالك
يأمن على الجون. يا اخي جننتني، يا اخي يا اخي جننتني. منظومه كلها في الزمالك فاشله، مجلس اداره فاشل، اللي قاعدين على الدكه كلهم فشله. اقسم بالله ما بيفهموا كوره. ده انا بعد الماتش ده لو لا قدر الله غلبنا هفضحهم السماسره. ما بيعملوش حاجه لوجه الله، كل حاجه في جيوبهم. عايزين يبيعوا زيزو عشان يلموا فلوسهم. ده في كوارث، ده انا جات النهارده يا جدعان مكالمه. يعني اقول لكم ايه وهم ساكتين وعارفين. يعني انا هبقى عارف وهم مش عارفين؟ لا هم عارفين. من يومين يتفتح قضيه ان السوبر الافريقي القديم اللي هو من 30 سنه بتاع ايمن منصور، الاهلي اتظلم فيه. ليه بقى؟ عشان النهارده تاكل على وشك ظلم، وساعتها يقول لك ايه؟ ظلم بظلم والبادي اظلم. ومجلس الاداره قاعد عامل كده. كابتن حسين لبيب قاعد عامل كده. فين انت؟ فين يا مجلس الاداره؟ هتخلونا نقول مرتضى منصور برقبتكم؟ يعني احنا قلنا مرتضى منصور يمشي وانتوا ناس محترمه تيجوا نلاقيكم قلعن. انا همسك العقل زي ما بيقولوا لغايه بعد الماتش او لغايه ساعه التشكيل. اول ما الاقي التشكيل دونجا وشحاته في نص الملعب انا هطلع المستشفى. انا مش هينفع اكمل وانا شايفك لا مؤاخذه يعني بتسلمني تسليم اهلي الاهلي. هو انت ما بتعملش شخصيه لنفسك ليه؟ هو انت ما بتلعبش الاهلي ليه؟ ما بتنزلش تقول الاهلي انا اهو؟ انت اللي تخاف وانت اللي تدافع يا اهلي. هو انت ليه شايف نفسك صغير؟ لما انت شايف نفسك صغير ومدرب صغير تيجي لنا ليه؟ طول عمري بقول المدرب اللي يمسك الزمالك لازم يبقى قلب، ما يخافش، يهاجم. اقسم بالله لو اسوريو كان موجود باللعيبه دي كان زماننا بنقول هنكسب الاهلي كام النهارده. ده كان مدرب بيفهم كوره. اول ما جه قال لهم ايه ده؟ دونجا اقعد بره يا باشا، انا هلاعبكم هجوم. بس احنا كزملكاويه يا جبنه مش واخدين ان انت تشوف الزمالك بيضرب بخمسه سته وبيكسب ستات وبيكسب خمسات. كان بيتغلب ليه؟ لان مفيش سكواد. هي مين اللعيبه اللي عندنا دي؟ مين رؤى ومين السيسي ومين حسام عبد المجيد؟ هات له السكواد اللي هو عايزه. وكنت تتفرج على الزمالك ده انتوا عارفين هو مشوه ليه؟ عشان كان هيتعب الاهلي. واقول لكم على حاجه، الاعلام لعب في دماغ الجمهور انه يكره اسوريو، بس والله ما حد لعب كوره ويفهم كوره الا لما يقول لك اسوريو ده كان هيغير الكوره في نادي الزمالك. اسوريو ده كان هيعمل لك حاجه تانية خالص مختلفه في حياتك. كنت هتلعب وهتكسب وهتعمل اداء وتزهق من الفوز، وكان هيخليك على عرش افريقيا. بس اللي ماسكين الكوره عندنا ما يعجبهمش الكلام ده، يخافوا ده يحصل للزمالك. لا يا باشا، انا مرسوم لي دور ان انا ابقى تاني، فهفضل ابقى تاني. لكن اجيب جهاز فني بحجم اسوريو او مدرب بيفهم كوره واقول له العب بمزاجك، ما ينفعش. لازم الصبيان اللي على الدكه، عبد الواحد، استغفر الله العظيم يا رب، الصبيان اللي على الدكه، سي عبد الواحد السيد واصحابه، اللي ما بيفهمش كوره يقعدوا لي بره. ولما الزمالك يجيب جول طلع بقى المهاجمين والوينجات ونزل ديفندرات ومدافعين وامن. والله العظيم لا قدر الله ما انا عارف لو اتغلبنا النهارده في ماتش السوبر القناه دي هتتحول اني هدمر كل اللعيبه القديمه اللي ما بتفهمش كوره، اللي بتموت نادي الزمالك، امثال عبد الواحد السيد ومدحت عبد الهادي واسامه نبيه، الناس المرتزقه اللي بتقعد على الدكه عشان تعمل مجد شخصي لنفسها او تعمل فلوس لجيبها. عشان انا عندي كلام كبير قوي مش هتكلم فيه، لكن الناس دي بتدمرنا يا زملكاويه. المؤامره مش من بره، المؤامره مننا احنا. انا في الفيديو دوت لا قلت لك اشترك في القناه ولا فعل ولا عملت انترو ولا عملت اي حاجه. بصوا ضغطي عالي جدا لان هم بيسلمونا للاهلي. الاهلي فريق فاضي. العب بالتشكيله اللي قلت لك عليها ديت واتفرج على الزمالك، والله العظيم ناكلهم. اضغط عليهم. السكند دول بتاعنا لعيبه مرمطونات في الملعب. سيبك من دونجا، شحاته رقم 6 يموت لك نفسه. سيب ناصر ماهر يلعب، سيب عبد الله السعيد يلعب ويزيد، والجزيري يبقى في منطقه الجزاء. هي حزب بيرما. هو الموضوع صعب يا اخي؟ حرام عليك وعلى اللي جايبينك. هتجيب لنا الضغط ليه؟ كل شويه طالع تالف لنا في خطه. ما هي دي نفس اللعيبه اللي كانت معاك وانت بتتنيل وبتتغلب وبتتعادل مع ناس هبطت. ما تغير يا اخي فكرك يا اخي، ورينا الجديد يا اخي، فاجئ الاهلي يا اخي. هو انتوا كلكم لابسين نقاب كلكم خايفين تبينوا وشكم؟ ما تلعب يا عم. قال لا، قال في الاخر بعد ده كله قال عايز يلعب عمر جابر شمال ومحمد شحاته يمين وكونراد بره، واصل مصطفى شلبي هو اللي يبدا. ما دول انت اتفشخت بيهم في الدوري. يلا ما بتفهمش. اعمل الصح ومش هتتغلب. انا ممكن اقول لك اعمل الصح وتغلب، لكن انت لو عملت الصح مش هتتغلب. يا جميز يا مجلس الاداره يا بلح، اديني كنت بشكر فيكم، بس بعد اللي بيوصل لي ده والكلام ده كله انتوا مجلس اداره بلح.
انتوا عار على نادي الزمالك، انتوا بتسلمونا تسليم اهالي للاهلي عشان خاطر الاهلي يكسب وهو رقم واحد، وانت تفضل كومبارس. لان انت لو عايز تنجح هتعمل اللي انا بقوله لك. ما ينفعش ابقى انا مطحون في شغل 12 و13 و14 ساعه في اليوم اقول لك الكلام الصح وانتوا قاعدين في المكاتب وفي التكييفات وقاعدين تهجصوا وان انتوا مش فاهمين. لا، انتوا فاهمين كل حاجه، انتوا فاهمين كل حاجه، بس بتشتغلونا. انتوا بتشتغلونا وبينوا ان انتوا فاهمين، لكن انتوا ما تفهموش. اقول لكم على حاجه، رضا عبد العال بيفهم برقبتكم، اقسم بالله بيفهم برقبتكم. انتوا ما تفهموش حاجه، انتوا كل ما هنالك شو، انتوا بتوع شو زيكم زي اللي قبلكم، لكن احنا قاعدين لكم بقى خلاص. عموما انا هدعي دعوه وربنا يسترها عليا، لان فعلا انا عصايه بايظه. ليه؟ اما تبقى عارف ان في حد يعمل عمليه خطيره والدكتور اللي بيعمل العمليه مش فاهم اي حاجه باي حاجه، فانت مستعوض ربنا وعارف انه هيموت. فده اللي بيحصل معانا النهارده جميز اللي مش فاهم حاجه هيلعب بنفس اللعيبه اللي اتفشخ بيها في الدوري ولعب اسوأ ماتشين في افريقيا بيهم، فعايز يلعب بيهم. لكن المفاجآت وان انا احط لمسه جامده ان انا افاجئ الخصم، لا سيبكم من الهجايس اللي عمال يقولها وانا هفاجئ ولا والله العظيم ما فاهم حاجه. ده راي رضا عبد العال لما قالوا له ده جوميز كان بيتابع ماتش الاهلي وجروماهيا، قال لك ليه كان بيتابع جروماهيا؟ ده مش فاهم اي حاجه، وازاي انتوا سايبينه على كده؟ عموما ربنا يستر، ربنا يستر بجد. انا نفسيتي ضايعه. ليه؟ لان مش كل ماتش هيبقى ماتش سهل. يعني نهائي افريقيا قبل الماتش قلت يا جدعان لا باتشيكو زفت ايه؟ باتشيكو ايه اللي يمسك الزمالك؟ بلاش زفت، ما تجيبوا لنا مدرب مسكوا حسام حسن. يطلع سي مرتضى منصور ايه؟ قالوا لنا لو حسام حسن مسك الزمالك والله ما هياخد بطوله. طب اديك ما جبتش حسام حسن، خدت البطوله؟ خدت خازوق. طب وبعدين؟ كل بطوله وكل ماتش يبقى حلو هيفتح لنا الدنيا نلاقي خازوق وانتوا تسبب فيه وقاعدين تتفرجوا؟ لا تمشوا، لا تمشوا، مش هنسمح لكم. خلاص بقى احنا عرفنا. واللعيبه خلي بالك من حاجه، احنا لو اتغلبنا النهارده في حوالي 7 8 لعيبه يمشوا، ولاعيبه كبيره ولاعيبه اسماء بقى حلوه، مش هيبقى فيها عواطف. هقول لك عواطف دي تبقى خالتك. لعيبه كبيره قوي تمشي لان الزمالك مش دار مسنين. بص الدنيا هتقلب عليكم لو اتغلبنا النهارده، الدنيا هتقلب عليكم. وده مش كلامي بس، ده كلام كل الناس اللي تفهم كوره. احنا لا هنشتمكم ولا هنقل ادبنا عليكم ولا هنضربكم، لا لا لا، احنا من خلال التليفون بتاعنا كده في قناتنا هنقعد نعلم عليكم ونفهمكم ان احنا بنفهم وانتوا شويه مرتزقه ما بتفهموش حاجه، ونحرجكم ونعرفكم ان احنا صح وانتوا بلح. يلا انا تعبت. سلام عليكم، وربنا يكرمنا ونكسب ببركه الدعاء الجمهور الغلبان، وبعدها يحلها ربنا. لكن ان احنا يحصل لنا ده كله شويه عاهات قاعدين على الدكه وحته مدرب عنيد ومجلس اداره بلح بيصور لي التمرين السري وحاجات غريبه بتحصل، لا يا معلم. يا رب الزمالك ياخد السوبر، عشان لو ما اخدش السوبر ليلتكم هتبقى سودة. سلام عليكم.